مرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو سوف نتحدث عن واحدا من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي، وهو اليوتيوب. فهو يساعدك على الترفيه وكسب معلومات جديدة وقضاء وقت فراغ ممتع. كما أن هذا الموقع يقوم بإهداء صاحب القناة جائزة درع اليوتيوب كهدية وشكر على مجهوداته، ولهذا يوجد عدد كبير من الدروع وأنواع ربما لم تسمع عنها من قبل. هذا ما سنتعرف عليه اليوم معا في هذا الفيديو من قناة حقائق وأسرار. ولكن أولا مشاهدينا الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد من قناتنا. كثير من صانعي المحتوى يقوم بنشر العديد من الفيديوهات مقابل الشكر والامتنان المقدم لهم من اليوتيوب، المتمثل في الدروع التي يقدموها لهم. كما أنه حينما تنال القناة على هذا الدرع فهذا يسهل عليها الشهرة والحصول على مشتركين أكثر حتى تتمكن من الوصول إلى قمم النجاح. وحينما يصل صاحب القناة إلى 1,000,000 مشترك يقوم اليوتيوب بإهدائه درعا ذهبيا وعليه اسم القناة الخاصة به، وهذا ما يمكنه من تحقيق نجاح أكبر ويسعى للوصول لعدد مشتركين أكثر. وكلما ازداد عدد المشتركين في القناة كلما ازداد حجم الدرع. ويوجد 5 أنواع معينة ومعروفة من دروع اليوتيوب. الأول هو الدرع الفضي، ويحصل على هذا الدرع أي صاحب محتوى وصلت قناته إلى 100,000 مشترك. بمجرد أن تصل إلى هذا الرقم وهذا المستوى ستجد أن اليوتيوب قام بإهدائك هذا الدرع على الفور كشكر لمجهودك. وفي الحقيقة إنه يعتبر من أفضل اللحظات التي من الممكن أن تمر عليك في حياتك، لأن هذا الدرع يجعلك تدرك قيمة عملك المتواصل طوال هذه المدة. ولهذا فالوصول إلى 1,000,000 مشترك أمر صعب لكنه غير مستحيل. وحينما تصل إلى 1,000,000 مشترك ستجد أن اليوتيوب قام بإرسال هذا الدرع الذهبي لك كهدية على مجهوداتك. ولكن لو كنت تظن أنه مصنوع من الذهب فأنت مخطئ، فهو عبارة عن مادة لامعة تشبه الذهب، وهذا ما يجعل الكثير من الناس ينخدعون في هذا الدرع. الدرع الثالث هو درع الماس، وهو ما يحصل عليه صاحب القناة حينما يصل إلى 10,000,000 مشترك. وفي الحقيقة أنه لا يحصل على هذا الدرع سوى القليل من الناس، حيث أنك تحتاج إلى مجهود كبير وفترة طويلة من الزمن حتى تكون قادرا على الحصول على الدرع الرائع هذا. فهو عبارة عن درع معدني مزود بقطعة من الكريستال في منتصفه، وهي ما تجعله يأخذ هذا الشكل المميز. وفي الحقيقة أقل من 500 قناة على اليوتيوب تمكنت من تجاوز 10,000,000 مشترك، لهذا لا يمكنك أن ترى الكثير ممن يحصلون على هذا الدرع. الدرع الرابع هو درع روبي الياقوت، ويحصل عليه من تجاوزت قناته 50,000,000 مشترك. وهذا أمر صعب للغاية ويتطلب مجهودا كبيرا، ويجب على الشخص حينها أن يعمل بجد واجتهاد لمدة طويلة حتى يتمكن في النهاية من تنفيذ هذه المهمة والحصول على تلك الجائزة الرائعة. تمكن واحدا من مشاهير اليوتيوب من الحصول على هذا الدرع في 18 من ديسمبر عام 2016، وكان يعتبر أول صانع محتوى على اليوتيوب يحصل على هذا الدرع. وفي الحقيقة أن هذا الدرع يكون مصمم بطريقة مميزة، حيث أنه يكون مشابه للوجو الخاص بالقناة التي تعود لمالكها. كما أنه ذات مرة حصل هذا الرجل على درع 50,000,000 مشترك، وكان بشكل آخر ولون مختلف يعود لشكل ولون اللوجو الخاص بالقناة. الدرع الخامس هو درع تم تصنيعه في 6 من سبتمبر عام 2019، وتم نشره أول مرة على تويتر من قبل شركة اليوتيوب، وهو عبارة عن جوهرة ذات لون أحمر، وهو يعود للقناة التي يزداد عدد مشتركيها عن 100,000,000 مشترك. وفي الحقيقة لم يحصل عليه سوى بيوتي باي، وها هو يظهر بين يديه على الشاشة في هذا الفيديو. وفي الحقيقة أن هذه الجوهرة التي توجد به تعد واحدة من الجواهر النادرة التي لا يمكنك أن تجد مثلها بسهولة في أي مكان في العالم. ولهذا يحاول الجميع تحقيق هذا النجاح حتى يتمكنوا من الحصول على هذه الدروع الرائعة.
مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الفيديو. هل ترغب في الحصول على أي من هذه الدروع؟ وبرأيك أيهم هو الأفضل؟ أخبرني برأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.